السلام عليكم جمهوري الحبيب، وحشتوني جدا جدا جدا. اخبط لايك، ولا انت مش مشترك اشترك، ويلا بينا نقول المشاكل اللي جات لنا. بص بقى، انا متجوزه ملحوظه مهمه. المشاكل دي احنا عملنا بتتبعت على الصراحه عشان ما هتعرفش مشكلتك، فانت هتلاقوني سايب لكم رابط الصراحه في اول تعليق. اكتب مشكلتك في الصراحه دي. تمام. انا متجوزه ليا 3 سنين ومعايا طفلين حاليا، وجوزي في نفس سني، والمفروض يعني ان احنا واخدين بعض عن حب وكده. وانا بسمع كلام ما تطلعيش حاضر، ما تعمليش كذا حاضر، اي حاجه بقولها او اي حاجه مش عاجباه ما بعملش عشان ما اكسرش الثقه اللي بينا. اكتشفت انه مخبي عليه حاجات كتير انا ما اعرفهاش. المفروض انا مراته، يعني سره انا اعرف عنه كل حاجه، زي ما انا بخبيش عنه حاجه. وقت ما انا ببقى محتاجه له مش لاقيها جنبي، ورامي حمله على اخوه تقريبا. طيب انا مش عارف اعمل ايه كمان بعده كسرت الثقه اللي انا حاساها من ناحيه، حاسه نفسي مش قادره. وانا فعلا بداله ربنا يهديه ويجعلنا من ماشي. دي حاجه تانية غير الاولى دي. بص يا قمر، انا كاسلام اهو. انا بحب لما يكون عندي مشكله ما احكيش لحد. انا حتى ما بحكيش لاخواتي، انا ما بحكيش لحد خالص. لو عندي مشكله بحب اقعد مع نفسي كده، افكر في المشكله واشوف حلول. تمام. انت كست صعب خالص ان انت تحلي مشكله راجل. تمام. صدقيني، الراجل لما بتكون الحاجه بسيطه خالص، مثلا جسمه وتعبه وكتفه وجعه، ممكن يحكي لك عادي. لكن لما المشكله بيكون هو صعبه ان هو يحلها، صدقيني هتكون صعبه اضعاف ان انت تحلها له او تساعديه في حلها. تمام. فهو مش بيحب يبان ان هو ضعيف قدامك، تمام، او مكسور، لان المفروض ان هو الراجل اللي انت بتستقوي بيه. فانا مش شايف ان هو غلط خالص ان هو يحكي لاخوه. الراجل اللي زيه دي ما فيهاش مشكله، لان اخوه هو المفروض ان هو اقرب منك. انت مراته عادي، لكن ده اخوه من لحمه ودمه، انت مش من لحمه ودمه. تمام. فعادي ان هو يحكي لاخوه. طب هتقولي طب ليه مش بيحكي لي انا من مراته؟ المفروض يحكي لي. يمكن المشكله مش عايز يحكيها لي، يمكن مش عايز يشيلك الضغط بتاعه، يمكن مش عايز يشوف ان هو ضعيف قدامك. فدي حاجه انت تحترميها، دي حاجه ما تزعلش. ان هو عايز يفضل قدامك دايما الراجل القوي الجامد كده اللي انت بتهتمي بيه وظهرك وسندك والحاجات دي مش حاجه وحشه. موضوع ان هو يحكي لك كل حاجه دي لا، دي لا. انا ما برشحش ده بصراحه. ما بحبش الراجل اللي يحكي كل حاجه ده، لان اوقات بيبقى في مشاكل لازم انت تقعد مع نفسك وتحلها. يعني انت معلش، هو دلوقتي حكى لك مثلا ان هو عليه 2 مليون جنيه. تمام. عليه 2 مليون جنيه كان واخدهم مثلا وبيلعب جيم بلياردو وخسر 2 مليون جنيه. انت هتعملي ايه؟ هتطبطبي عليه معلش يا قلبي انا معاك والجو دوت؟ هتبيعي سيختك؟ لو عندك صيغه مثلا هتبيعيها؟ ما لو الحل في انك تبيعي سيختك كان خلاها تتباع اصلا من زمان، يعني مش محتاجه كلام. فهو لما الراجل بيكتفي بالمشكله دي مع حد من اخواته، او بيحتاج راجل، اعرف ان المشكله دي صعب قوي ان انت تساعديه فيها. صعب تكاد تكون ان الحلول اللي هتيجي منك هتكون مستحيله. فانا معاه بصراحه يعني. خليكي كده ايه، خليكي الهاديه الراسيه كده، وخليكي دايما شايفاه ان هو الراجل اللي تعتمد عليه في حل مشاكلك. بس سيبيه يقف مشاكله مع نفسه. وانا بحب ده بصراحه. يعني لو انت جيتي كنت انا عندي مشكله وجيتي تحكي لي او تقولي لي مالك، ممكن نتخانق. معلش على الدبانه، عشان دي اكتر حد مونسني. السلام عليكم. انا سني صغير، ومن 3 سنين كنت بكلم واحد، وده غلط طبعا، بخصوص ان كان سني صغير. لحد دلوقتي ما كنتش عارفه انساه. لحد يوم من كده ولحد يوم كده من كام شهر لقيت حسابه على بابجي، وخدت الصوره كنت خفيها اما اكون لوحدي اطلعها ابص فيها. وبعدها جبت حساب الفيسبوك بس ما عدتش قال عشان اهلي. وبعدها جبت حساب التيك توك وتابعته، وهو رد متابعه بس ما عرفش قال. ما عرفش عرفنا ولا لا. ماما انا كنت داخل ابص على الحساب، بعت بالغلط ومسحتها، وبعت رديتها تاني وقال لي انت اللي بعتها. قلت له بالغلط وما قلتليش. انا منزل اغاني تاني بس قلت له حلوه ان انا بدعي له. وانا فعلا بدعي له ربنا يهديه ويجعلنا من نصيب بعض. المهم عمل قلب على الرساله وسكتنا، والريبوست اللي بيعملها بيبقى فيه تلميحات انه لسه بيفكر وتلميحات هزار. انا بقى مش عارفه اعمل ايه. انا عارفه انه حرام اني اكلمه، بالذات اني مختمر وملتزم. وساعات الشيطان بيقول لي استني لحد ما اختك الكبيره تتجوز، ولو كلمتيه يبقى محدش هيكلمك. ملحوظه ماما وبابا مش بيفتشوا في الموبايل زي اي ام واب، او اديتهم يشوفوا صوره بيقلبوا في الموبايل بس عادي. ملحوظه ان اختي هتتجوز اقل من سنه دلوقتي. طيب بص يا ستي، البنات اللي بتيجي من بابجي دي بتكون مع احترامي الكامل ليكي، بس انا بقعد مع ولاد. انا ولد وبنقعد احنا كاولاد. تمام. لما بنقعد وبنجيب بنت من بابجي سكه، بنقول احنا شقطنا واحده من بابجي. تمام. يعني حضرتك في مرحله ان انت عايزه تتشقطي. تمام. يعني اللي هو ما شقطكيش انت، لا، ده انت اللي دورتي على البروفايل، ودخلتي دورتي على البروفايل الفيس، ودورتي على التيك توك، وكانك بتروحي تقولي له يا ابن الناس اشقطني. تمام. طيب التلميحات اللي هو بيعملها دي ايه؟ هو التلميحات اللي بيعملها دي عشان شايف واحده جايه تتشقط، واحده عايزه تتشقط، فبيرمي لك تلميحات. وفي نفس الوقت خايف ان انت تبعدي. هو البنات شح عنده شويه، فهو بيحاول يرمي لك حبل كده ويشوفك هتمسكي في الحبل ولا لا. فانت ماسكه في التلميحات. يا اسطى ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ ايه يا اسطى ده يا اسطى؟ دي مش حاجه حلوه خالص ان انت عملتيه ده. خلاص الولد بيحب البنت التقيله، العاقله، الراسيه، الهاديه، الصعبه. لا، ده انت دخلتي ده جبتي الصوره بتاعته بقيتي تدوري فيها من بابجي. يعني انت اصلا ما تعرفوش ده من بابجي، انت شفت صورته في بابجي. حلو، صوته عجبك. هو بيموت سكوادات.
وانت شفت صورته في بابجي، تمام، حملت الصوره عندي وقعدت تتفرج عليها، دخلتي تبعتيها على الفيس وبعتي له رساله وقلت ان هي بالغلط مع انك كنت قصدي ان انت تبعتيها. تمام، هو عملت له متابعه برضه قلت انها بالغلط بس انت كنت قصدي تشوفي هيعمل لك رد متابعه ولا لا. فانت كده اللي انت بتعمليه ان انت بترخصي نفسك. فانا من رايي المتواضع جدا بلوكات على كل حاجه، لان هو مش هيتجوزك، انت في مرحله ان انت بتتشاطي وانت حابه ان انت تتشاطي. فعشان تفضلي الانسانه الكويسه المحترمه الملتزمه، بلوكات. استني بقى لما يجيلك ابن الحلال اللي تحبيه لوحدك. ثانيه هنحمل المزيد. حاليا زوجي خاني ومتجوزين من 12 ومعايا بنتين، ودي تاني مره خيانه تليفونيه، لكن انا عديتها مره لكن انا مش قادر اعديها تاني برغم الاعتذار اني قهرته ومصمم ما يقدرش يعيش من غيري. انا مصمم اطلع، مش عارف اعمل ايه وانا مش عايز اطلع لكن مش متحمله الوجع. انا مش قادر اقول حاجه ولا اشرح حاجه اني تعبت، انا تعبانه وتاني مش عارف اتحرك خلاص بجد، انا متدمره من كل حاجه، ما اعرفش ايه، بحاول اقوم كل محاولاتي اقف تاني بفشل فشل ذريع، انا يأست من نفسي من حياتي مش فاهمه في ايه. طيب بص يا ستي، انت دلوقتي قفشتيه اول مره، تمام، وسامحتي، حلو حلو. تاني مره بتعملي ايه؟ بتروحي تغضبي عند اهلك وتحكي لاهلك ان هو عمل كذا 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 وكان بيكلم بنات وانت قفشتيه قبل كده. لازم تعرفي الراجل ان انت وراكي رجاله يتكلموا عنك، مش انت لوحدك. انت لوحدك لو انت دخلت تتكلمي مع حبيبك لوحدك او جوزك لوحدك، هي بوسه على حضن، ده انت يا بنت نبض قلبي، ده انت بنكرياس ودني، ده انت القرقوشه اللي هنا، ده انا هجيب لك ده دهب، حاجات عجيبه كده، وهيثبتك بالكلام لان انت مراته. يعني انت خلاص مفيش بينكم كسوف، مفيش بينكم حياء، مراته. فعارف ايه اللي بتحبيه وعارف ايه اللي بتكرهيه. تمام، فبما ان هو خانك، فانت دلوقتي في مرحله ان انت لازم تغضبي عند اهلك وتخلي اهلك يشوفوا حل للمشكله دي. الطلاق ما تفكريش فيه دلوقتي، تمام، وسيبك من شغل الصعبانيات اللي هو عمله دوت، ماشي. يعني هو دلوقتي بيفكر ان هو يخونك، ماشي، بس يعني هو دلوقتي مش خيانه، دي الفون دي يعني مش خيانه اللي هي الاوفر، هو الخيانه في حد ذاتها ان هو بقى بيعاوز بقى يعلي ليفل الخيانه ويروح بقى يعمل علاقات والجو دوت يعني. فانت دلوقتي في مرحله ان انت لازم تروحي عند اهلك وتعرفين ان وراكي اهل، تحكي لاهلك اللي حصل وان انت مش عايزه الموضوع ده، بس ما تطلقيش. طيب بعد كده هو هيجي ويعتذر لك وحقك عليه ومش هتتكرر تاني. لو قررت تاني اتطلقي، يعني تبقى التالتة الأخيرة بقى. فأنت اديله فرصة تانية، مش ودي مش عشان ده عشان في بينكم طفل، تمام، ادي الفرصة دي عشان خاطر الطفل. بعد الطفل بقى اتطلقي، يعني لو قررها تالت مرة اتطلقي، ده رأيي وده الصح اللي المفروض يحصل يعني. هو المفروض ان انت كنت من اول مره تغضبي عند اهلك، بس بما انك ما غضبتيش عند اهلك وما خدتيش موقف اللي هو الجد يعني، فخلي الموقف دوت في تاني مره. انا مشكلتي صعبه اخر كل الناس اهلي غصبوني ان انا اتجوز ابن عمي وانا مش بحبه، اتجوزت 3 سنين مش قادر اعيش معاه، كره الدنيا كلها محدش حاسس بيه. انا دلوقتي مع والدي، مع والده، مش بيصرف عليا ولا عليه وانا سبت البيت، غير كل ده بيشكني في بكلم حد اني اقسم بالله معلش انا مش بحب الصوامي عمال كده، والله بجد انا نفسي تعبت درجه بفكر في الموت. طيب بصي، انا مش عارف يعني ايه الفكره في كده او ايه الكلام اصلا، يعني انت كاتبه الكلام اغلبه غلط. بس بما انك متجوزه غصب عنك هتطلقي، يعني الموضوع سهل. اهلك مش موافقين انك تطلقي، في حاجه اسمها محكمه الاسره، روح عند محكمه الاسره يقول له عايز يعمل معاك علاقه، مش يعني علاقه اللي هي فاهمه اللي هي بتاعت، مش بتاعت المتجوزين ولا بتاعت المطلقين، علاقه غلط في المتجوزين، اكيد انت فهمتيني يعني. تمام، القاضي هيطلقك منه، بس ده طالما انت اللي عايزاه، وخدي عليه تعهد بعد ما التعرض، وهيبقى معاكي شقه وشبكه ومهر وحاجات كتير قوي من الحاجات بتاعته. تمام، بس تقولي السبب دوت عشان اللي هو انت مطلقه غصب عنك عشان حاجات، عايزك تعملي حاجات حرام. اعتقد انتوا فهمتوني يعني. انا بنت عندي 21 سنه مسيحيه، كل ما بحب ولاد مسلمه، ولما حاولت ابعد عن كل ما عرفتش، لما حبيت واحد وحبني بقت بتحب معاه بطريقه وحشه جدا، وقال لي دايما عايزين يغصبوني على الجواز من اي حد، ومنعوني من صحابي واخدوا مني الخط، غير الضرب والاهانه اللي بسمعها منهم، وانا مبقتش عارفه اعمل ايه. طيب هو اولا ما ينفعش انت كبنت مسلمه، كبنت مسيحيه عادي انك تتجوزي ولد مسلم، بس الفكره هنا هل اهلك هيوافقوا؟ لا. طب هل انت تسيبي اهلك وتروحي تعيشي مع ولد مسلم، تتجوزي ولد مسلم؟ برضو لا. طيب هل الولد المسلم دوت اهله هيوافقوا؟ بنسبه كبيره لا. طب هل هو هيوافق؟ الله اعلم. تمام. فانت في عمر، انت في دينك، احنا عندنا في ديننا عادي ان الولد يتجوز بنت مسيحيه، تمام، بس ما ينفعش البنت المسيحيه تتجوز البنت المسلمه تتجوز ولد مسيحي، تمام، لان عندنا الديانه بتكون للاب يعني. فانا من رايي المتواضع ان انت ما تعجبيش خالص بولاد، تقفلي الحته دي وتفكري في مستقبلك وفي حياتك، تمام، لان اهلك شايفينك انك بتعملي غلط، انت بتعملي حاجه عكس اللي هم مش هيوافقوا، هم مش هيخلوكي تتجوزي واحد مش من دينك، ده شيء طبيعي يعني. تمام، فانا من رايي المتواضع ان انت تركزي في دراستك، تركزي في مستقبلك، تاخدي لك كورسات اي حاجه كده، تفكري في المستقبل الاول. والله الحياه مش علاقات، يعني مش ارتباطات بوس احضان ومقابلات وخروجات، لا، الحياه الاول مستقبلك.
هتجيب ماني منين؟ فانت ركزي في الحاجات اللي تجيب ماني، تمام. بعد ما تجيب الماني هتقابلي بقى ناس ماشيين مع مودك، مع ستايلك، مع حياتك كده، يعني حسب ما انت تحبي يعني. انا حصل مشكله وانا صغيره للاسف، ماتش بنت بسبب، بس مش بسبب ولد خالص، انا السبب في ده يعني. مش عارفه لو تقدم لي حد اقول له بيني وبينه ولا امر ربنا بالستر واسكت. من مستحيل احكي الحاجه لاهلي عشان مامتي متوفيه، محدش قريب مني منهم ولا كنت عايشه معاهم من زمان اصلا. طيب بصي، هو طالما الموضوع ده حصل بينك وبين نفسك، انت صعب انك تحكيه. يعني انا من رايي انك ما تحكوش، بس الفكره انك يعني انت محتاجه واحد نادر قوي قوي واثق فيكي ثقه ما تتخيليهاش، مش هيعايرك بده بعد كده ويقول لك يا خاينه او يا بنت ده انا ما اتجوزتكيش وانت بنت وحاجات زي كده. ده بيحصل في الجواز على فكره. فانت محتاجه واحد يكون طيبه الدنيا فيه واحترام الدنيا فيه وتدين الدنيا فيه، انه يعرف ان انت عملتي ده لنفسك مش عملتيه مع حد. الحاجة التانية ان انت ممكن لازم تحكي لحد من اهلك، تمام، حد كبير، مش لازم يكون مثلا، يعني ممكن تقولي لباباكي، قولي لو ليكي اخت قولي لها، تمام، ما تقوليش لاخوكي، قولي لباباكي في قعده هاديه كده، تمام. يعني هتنضربي لك علقه محترمه بس هيعمل لك عمليه وخلاص الموضوع هيعدي، يعني طالما انت اللي عملتي ده لنفسك. فانا مش عارف بصراحه اقول لك ايه، بس هو الموضوع يعني انا من رايي انك ما تقوليش، بس انت كده هتغشي الراجل اللي هو اللي هيتجوزك. انا مش قصدي انك تغشيه، انك يعني اللي هو هيجي يتجوزك هيلاقيكي مش بنت، فوشي كده انت عملتي حاجه مع حد قبله، فلازم هو يكون عارف اللي حصل، تمام، ان انت ما. فانا قولي بقى امرك لله. يعني قولي لامرك لله، بس شوفي حد كويس، يعني حد كويس متدين والنبي. ماشي. كنت في علاقة مع واحد وحصل بينا تجاوزات كتير، شات وبعدين سبته واستغفرت ربنا وتوبت عن كده وبقيت بصلي يعني دبانة وحياة أمك سيبيني. والحمد لله ارتبطت بواحد تاني كان بيحبني خالص وكنا بنتخطب، بس هو طلب باسورد الفيسبوك بتاعنا وكنت ماسحة الشتات القديمة كلها. بعدين لقيته بيقول لي انه رجع الشتات وشاف كلامي مع اللي كنت وسابني ومرضيش يكمل معايا، وقعدت كتير بحاول انه يرجع بس فشلت. لو عندك حل او كلام يريحني يا ريت تقوله. هو مش حل، هو ده طبيعي يعني، دوت مش حد غريب، ده هو الولد اللي انت كنت بتكلميه، تمام، او ده حد صاحبه، تمام. دي حاجة احنا كنا بنعملها لما نكون شايفين ان البنت دي جماعية وبتحب روح المشاركة او بترتبط سهل، اللي هو بتيجي سكة سهل، مش بتتعب، مش بتفرهدك يعني بمعنى صح. اللي هو ازيك انا بحبك جدا بجد، حبتني منين؟ اصل صورة بروفايلك حلوة قوي، انت ذوقك حلو بجد، ذوقي حلو. وانا كمان بحبك، اللي هو انت من النوع دوت، اللي هو البنات اللي هي السريعة دي. فهو قال لصاحبه على الموضوع ده وقال له كان بتفتح كلام قلة ادب وهتنجزك. فاللي هو يعني لو انت كنت بتبعت صور فيديوهات وحاجات زي كده يعني، فهو اقترحك لصاحبه بدل ما انت بتتفرج على مواقع وحاجات كده. في واحدة عندي هتروق لك الدنيا. مفيش حاجة اسمها ان واحد يرجع الشتات، ده شيء مستحيل. ده شيء مستحيل. اللي هو الحاجات اتمسحت خلاص، الشات اتمسح خلاص ما بيرجعش. دي انا واحد ليا تطبيقات على المتجر وفاهم الحاجات دي، الحاجة اتمسحت من السيرفر خلاص ما بترجعش، تمام. هو مش شغال في شركة الفيس، فهو بيقول لك كده عشان يعرفك ان هو كان عارف الحاجات دي، تمام. ولما انت ما جيتيش معاه سكه في الحاجات دي قال لك لا انا مش عايز ارجع ومش عايز اكلمك، لان انت مش سكه. لو انت عارفه، لو قلت له انا بعت لك فيديوهات وحاجات من دي هيقول لك انا بحبك وشريك وانا واثق ان انت كنت غصب عنك وضعت الشباب. بس انا من رايي انك تعملي له بلوك وما تكلموش تاني وتغيري الاكونت بتاعك، تعملي اكونت نضيف باسم نضيف، واتس نضيف، برقم جديد، جيميل جديد، تمام، وتعملي حياه جديده كده، تبعدي بقى عن اللي انت كنت عايشاه في الاول دوت خالص، لان كل اللي هيجيلك على الاكونت بتاعك دوت هيجيلك تبع الولد اللي انت كنت بتعملي مع الحاجات دي. هيبدا يقترحك لاصحاب، واحد في التاني في التالت، تمام، ويبدا يرتبط بيك شهرين ثلاثه، وبعد كده اقول لك الصدمه انا كنت عارف ان انت كده، ان انت مش كويسه وبتعملي الحاجات دي، عشان ترجعي بقى ايه تعملي الحاجات دي تاني. فانا من رايي بلوكات لكله واعملي اكونت جديد وحياه جديده نظيفه كده. بس فنسيب لكم رابط الصراحه تحت، لو حد عنده اي مشكله اكتبها